فنزاتي حبايب قناتي، صباح الفل. ايه الدنيا؟ كل فتره كده، فتره طويله بدخل على اليوتيوب يقول لك ايه مين اللي بيشاهدوا القناه بتاعتك، يعني مش بالاسم، يعني ما تخافوش، ما اعرفكمش واحد واحد، بس اكتشفت ان ايه عندي 10% مثلا في امريكا، نسبه كبيره جدا مثلا من السعوديه، دي 10%، يعني في كل مثلا 200 واحد 20 منهم سعوديين، متخيلين؟ ونفس النسبه 10% في العراق، مثلا 10% جزائريين، انتوا متخيلين؟ يعني بس انا عارفه ان احنا يعني كل واحد عنده حق يكون له انتماء اللي هو البلد اللي هو منها، زي ما انتوا كمان كده. يعني على فكره المصريين ما اعرفش ليه بيحسوا كأن عيب ان احنا مثلا ايه نتكلم عن نفسنا او نشكر في نفسنا او حاجه زي كده. لا يا جماعه، الناس كلها كده يعني انا شايفه. والعراقي بيتعامل مع العراقي اللي زيه، والجزائري بيفضل الجزائري اللي زيه، والتونسي نفس الحكايه، المغربي واو نفس القصه طبعا بالتاكيد، السعوديين نفس الحكايه، الاماراتيين، يعني عمري ما هنسى اماراتيين كان الناس بسكنهم، انا شغال في العقارات يعني، احنا اولاد زايد، عيال زايد، احنا عيال زايد. حبيبي هنا مفيش زايد ولا ناقص، يعني هنا مش هتنفع الكلام ده فاهميني ازاي؟ فيعني انا عايزه المصريين بس معلش، ليه احنا شعب متواضع جدا، اكتشفت كده يعني، ومتسامح جدا ومتصالح جدا. البلد الوحيده اللي يقدر اي حد من اي بلد يجي فيها نعامله، مش بقى حكايه الناس تقول لك بعاملك زي اهل البلد، لا ده احنا بنعامله احسن من اهل البلد، احنا مع نفسنا مع بعضينا مش ذا سيم ثينج خالص حتى. فيعني اي حد يستغرب، لان مفيش حد اللي بيعمل كده غيرنا عشان تكونوا عارفين يعني. فتحياتي لكل المصريين العظام الجمال اللي ما لقوش حد يفهمهم الكلام ده ويعرفهم ان احنا شعب متميز جدا. يعني في اي مثلا بودكاست او حاجه على اليوتيوب او على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس كلها مجتهده. يعني في كام ولد كده من الكويت اللي هم بييجوا يدرسوا هنا مثلا يعرفوا حاجه عن امريكا، انا فاهمه تفاصيل حياتهم اللي هي كانت عامله ازاي يعني، وبس مش بحب ازعل الناس يعني ولا اقول اي حاجه، او من السعوديه او من الامارات او من قطر. فيعني ايه ما حدش بيكمل هنا، كله بيرجع على بلده جري يعني، لان اللي بيقدر يكمل هنا هو المصري، سواء بيبقى دكتور يعادل الشهاده بتاعته، يعمل ماجستير، يعمل دكتوراه، او حتى لو كان عامل بسيط سواق تاكسي، او عامل بيشتغل في مطعم، او في جروسري والحاجات دي كلها. اللي انا اقصده ان على مواقع التواصل الاجتماعي او اي فكره هتلاقوا المصريين دمهم مصيبه زي العسل يعني، والناس كلها عارفه كده. احنا بقى الوحيدين اللي مش عارفين كده، او مش عارفه ليه حاسين بايه ان عيب ان احنا نقول كده او نتكلم كده. وفي الغالب بقى في نسبه كبيره يعني اللي هم ما خرجش بره مصر او يتعامل مع الناس التانيه، بيبقى ما اعرفش ليه somehow كده فاكر ان الدنيا كلها واو، والناس كلهم بقى مش عارف ايه، حاجه ياما هنا ياما هناك. لا يا حبيبي لا خالص، وخالص خالص يعني، سواء كنا ستات او رجاله، وخصوصا الستات. يعني الستات المصريه، بس احنا بلد ما بتسمحش للبنات انها تسافر زي البلاد التانيه. يعني حتى كنا بنقول مثلا المغرب العربي ولبنان، تونس، الجزائر، المغرب، مش عارف لبنان، البنات بتسافر ومع السلامه يا بنتي وربنا يوفقك وبتاع، وتدخل بقى من بلاد الله لارض الله، تسافر وزي الولد بالظبط واكتر كمان. فلكن والسعوديين والاماراتيين والقطريين والكويتيين، انا كنت فاكره ان البلاد دي يعني متزمته قوي وقافله على البنات، لا خالص، كله مبتعثين هنا وبيسافر يدرس ويروح من ولايه لولايه ويعيش يعني. فيعني ايه، فما فيش بقى غيرنا احنا المصريين اللي احنا لا، الستات المصريه لو سافرت بره، لما بتسافر بره يعني مش عايزه اقول لكم حكايه. جه امبارح تحت ايدي بودكاست رائع رائع رائع، وعلمني البودكاست ده حاجتين، ان انا وجهة نظري صح مش 100%، لا 1,000,000%. لقيت بودكاست ده دي الحاجة الاولانية، أنا وجهة نظري في البنات. الحاجة التانية اللي علمها لي البودكاست ده ان ما ينفعش احكم على الناس، واني انا عرفت الموضوع طبعا من خبرة الحياة، لكن كان ستيل لسه عندي برضه حتة صغننة كده ان انا احكم على انطباعي الاول يعني، لان انا بيهمني قوي ان انا ارتاح للناس، اقول ده ما بحبش الناس اللي دمها تقيل، ما بحبش الناس الرخمه يعني، دي حاجه مش لازم يكون الناس كلها دمها خفيف يعني. فلقيت ايه، فيعني لقيت المذيع ده من برنامج اكس فاكتور، اسمه باسل اسمه الاصل نيم بتاعه غريب شويه، ازارو حاجه زي كده. فباسل ازارو، اي هوب ان انا بقول الاسم صح، لانه حقيقي اثبت لي انه موهوب جدا جدا، وتلقائيا وارتجاليا دمه خفيف رائع يعني. انا ما اعرفش في الاول وهله، هو حتى قال على نفسه كده، اي الناس الانطباع الاول اللي بتاخده عني ان انا تنك يعني او دمي تقيل، فحقيقي موهوب جدا وبيعرف يدير الحوار حلو جدا جدا جدا. البودكاست بتاعه رائع، اسمه بودكاسترز تقريبا، لانه مع واحد تاني اسمه كريم. anyway، فخلينا بتكلم بس على باسل.
فمستضيف بقى في البودكاست بتاعه ده بنت اسكندرانيه. تحياتي لاسكندريه بلدي الجميله اللي هي احلى بلد في الدنيا. انا رحت باريس، روما، لندن، اسطنبول، برشلونه، البهامز، المكسيك، كندا، دول كتير جدا. مفيش زي اسكندريه. انا ازاي مش عارفه ابيتها وانا هناك. يعني طلعت اسكندريه دي فعلا احلى بلد في الدنيا. anyway انت كمصري سواء كنت من اسكندريه او مش من اسكندريه افتخر باسكندريه. باسل مستضيف بنت من اسكندريه اسمها سمر حمزه، البطلة الوحيدة اللي جابت لمصر الميدالية الذهبية في المصارعة الحرة. بنت جابت لمصر الميدالية الذهبية في المصارعة الحرة. عارفين يعني ايه؟ يعني الأولى على العالم، يعني طحنت كل الناس اللي قدامها من كل الدول. فحاجة يعني رائعة. في مجتمع ما بيخليش الست تحس انها متميزه، ممكن تبقى شاطره، قاعدين انت على جنب هنا تفهمك ايه في مجال الاشغال بقى، في الدراسه، في اي حاجه. الاروع بقى من ده انها مش بس طلعت بطله العالم، انها في مسيرتها الرياضيه قالت لا انا مش عايزه بقى سبونسر، اللي هو بيقولوا عليه الراعي الرسمي للبتاع، اللي هو بيدفع له شويه فلوس يوديه كامبات بره، يعني اللي هي معسكرات تدريب، او اللي يتكفل ماليا مثلا تيشيرتات عليها لوجو مش عارف ايه. فانا متخيله بنتي دي اتحاربت قد ايه لما هي تقرر. طبعا تقول لك قاعد يقولوا لها بقى انت يعني ايش عرفك ايش فهمك، ما انا عارفه المصريين بقى. فقالت لا انا مش عايزه راعي، مش عايزه ابقى تحت اي بريشر، ان انا بشتغل لنفسي، انا بشتغل لسمر بس، ان انا اثبت لفلان وفلان يطلب مني مش عارف ايه. انا مش عايزه راعي رسمي. والاجمل من كده بقى كل الناس اللي هي المتميزه الرياضيين بيعينوا لهم بيقولوا عليها ايه سايكاتريست او حاجه، يعني ايه طبيب معالج، طبيب نفسي، يعني علشان يهتم بحالتهم النفسيه، لانها جزء من النجاح يعني والتكوين مش عارف ايه بتاع. فقالت لا طبيب نفسي ايه ده انا هجننه اصلا يعني. بنت بقى مش عايزه اقول لكم بقى الحوار معاها، البودكاست كان معاها باسل ده. انا لقيت نفسي اوتوماتيكلي وانا حتى شغاله، لدرجه ان انا في الشغل وماشيه معايا التليفون مش قادره ابطل من ابيسود للتاني للتالت. خلصت مش عارفه كذا واحد يعني، وانا ناويه اكمل كل الابيسود بتاعته. فلقيت من استضاف ناس جميله جدا، والحوارات كلها مفيده جدا جدا. يعني مش عايزه اقول لكم بقى ان من اخف، عارفين طبعا احنا الرجاله عندنا احنا عندنا دمنا خفيف، ده شيء معروف بقى خلاص بقى ده التريد مارك بتاعنا يعني. ان بنت تكون دمها زي العسل كده، موقعاهم في الارض من الضحك، جميله، رياضيه، متفوقه، شاطره، ذكيه، يعني قالت شويه حاجات جميله جدا، مش يعني حد بيضرب وخلاص، لا دي يعني فاهمه بتعمل ايه، وقالت حاجات جميله جدا تساعد الناس على النجاح يعني. فاحنا مش متعودين على فكره ان البنت تكون دمها خفيف. يعني انا لقيت برضو اتفاجئت بحاجه خطيره جدا من البودكاست بتاع باسل، انه استضاف الستاند اب كوميديان. الستاند اب كوميديان دي حاجه بدا عندنا جديد يعني، روعه يعني، كلهم يموتوا بالضحك. المشكله بيقول لك بقى ان مفيش بنات كتير بتعمل ستاند اب كوميدي. ليه؟ لان احنا حطينا ست في فريم عندنا لازم تكون تنكه متنكه، دمها يلطش يعني، يكون افضل، يعني ما عندهاش مخ، ما بتعرفش تتكلم، يكون افضل وافضل. المهم تطلع صوره شكلها كويس وخلاص، وتكون هاديه ورقيقه وبتسمع الكلام. ادي هو ده عندنا ايه. الراجل لو سالت اي واحد عن مواصفات الست المثاليه عنده هتكون هي دي، اللي هي حقيقي يعني. اهني حضرتك يعني ان ده اختيار زي الزفت، هتخليك تطلق بعد مثلا ايه سنه او اتنين، هتزهق منها، هتتعود على شكلها وحاجات كده. طيب ما انت من الاول ليه ما بتقولش بقى انا عايز واحده طيبه، واحده دمها خفيف، واحده جدعه، واحده بتعرف تتكلم، يعني ايه؟ فاهميني اقصد ايه؟ فالبنت فيها كل المميزات دي. الاقي ايه البودكاست تانية الكومنتس اللي بتتحط تحت، انا بيهمني قوي ان انا اقرا الكومنتس على الحاجه اللي انا بكون وجهه نظر عنها، اشوف الناس التانية وجهه نظرها ايه. دايما ايه الله والله ينور عليك وبرافو ابو مش عارف مين، ويا عمده ويا ابو حميد ويا مش عارف مين، فاهمين انتوا ايه الرصه دي بقى بتاعت ايه الكومنتس بتاعت الناس. الاقي عندها يقول ايه هي دمها خفيف بس عقلها عايز يتظبط شويه. يعني انت بتستعبط يا ابني، انت اهبل يعني. حاجه غريبه جدا يعني. التاني مش عارف ايه عنيفه قوي ايه كمان. الكومنت مش بالعدد الكافي يعني، ايه في كتير قوي بقى افضل انه ايه يعني قاعد منفسن في نفسه بقى متغاظ زي بنت يعني وكده، وهو مش هيعمل كومنت خالص. بس هو لو عايز يعمل هيعمل كومنت مش كويسه، مش هيبقى حاسس بالفخر ده. حتى الفيوز هتلاقي مش زي الفيوز، هتلاقي حاجه تانية. لو راجل تاني بقى واحد لاعب كوره جاب له جون مش عارف ايه، هتلاقي بقى شوف عندك بقى الدنيا كلها عامله ازاي. لقيت بقى البودكاست اللي بعده واحده اسمها شهيره مرعي. يعني حاجه بصراحه، طبعا اكيد منكم في ناس
شافت البرنامج اللي هو اسمه شارك تانك اللي هو مجموعه من المستثمرين بينقوا الناس اللي عندها مشاريع جديده، بيدوهم قرض للبيزنس بتاعهم، في مقابل يبقى له نسبه في الشركه. بيستضيفوا الراجل او البنت او المجموعه اللي هم عاملين البيزنس ويسالوهم بقى الفكره دي عباره عن ايه ويشرحوا فكرتهم ده. تخيلوا الوحيده العربيه شارك تانك مصريه اسمها شهيره عنان، عملت بيزنس صغير كده الاول بدايته في بيتها تعمل كوكيز هنا في امريكا في كاليفورنيا. يعني حاجه بصراحه وتقعد تتكلم بقى وقصه كفاح، يعني كفاح جامده انها تعمل البيزنس، مش حكايه واحد يديله فلوس يعمل حاجه، لا هنا النجاح هنا مش قصه فلوس خالص، الفلوس دي هنا دي اخر حاجه، انك تكون الطريقه بقى والكلام واللغه وحاجه يعني حاجه تشرف بقى جدا جدا جدا. وراحت كفاحها انها في سنه 2017 ما نفعش، و19 راحت قدمت تاني، و22 ومين وعملت ايه، وعملت لكيم كارداشيان كوكيز، خليتها عملت على الستوريز بتاعتها كيم كارداشيان الكوكيز بتاعت الكوكيز اسمها ديري كوكيز. فاني واي الاقي الله يا جماعه ده ايه ده؟ دي البنات المصريه لا بتطلع بقى تتدلع ولا بتطلع تتمرقع ولا لابسه عريان ولا مش عارف ايه، يعني فاهميني انتوا انا اقصد ايه؟ ادي هو ده النماذج بتاعت البنت المصريه، يعني انا مش عارفه ليه ومحدش عايز يتكلم ولا يقول عنهم انهم اجمل بنات في الدنيا واحسن بنات في الدنيا واجدع بنات في الدنيا واشيك وثقافه وعلم ومش عارف ايه. اكتشفت ان البلاد التانيه مش مركزه خالص اسمها علم، ولا حد يقول لك فلانه مثلا اتعلمت كذا ولا بتاع، لا الاقي ناس هنا ماليه الدنيا من جنسيات، مش عايزه اقول حاجه عشان ما حدش يزعل، بس ناس بتروح تتجوز ناس يعني 5 ابتدائي ساقطين اعداديه ماشي مش عارف ايه حاجات كده، والله العظيم يعني يا جماعه حاجه مش عارفه هو في ايه يعني. ودكاتره مثلا في الخليج رايحين يتجوزوا فلبينيات ممرضات ولا يعني مش عايزه اتكلم بقى اكتر من كده. anyway انا بعد ما اتكلم مش عايزه اتكلم. الاقي بقى ايه البودكاست اللي بعد منه، الله 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 هو في ايه يا جماعه، هو في ايه؟ الاقي واحده اسمها، هو مش بيستضيف الستات، هو تقريبا اليوتيوب له حاجه كده الخوارزميات الالجوريثم، بتشوف انت اهتميت بيه حاجه شفتها بينزل لك حاجه مشابهه يعني تنزل لك بعد منها. فلقيت ايه مع انه بيستضيف رجاله كتير جدا وحاجات تانية كتير، انا شفت كذا حاجه من الستاند اب كوميديانز واللي اكتشفت ان 90% منهم اسكندرانيه. فتقريبا يا جماعه احنا عندنا بلدنا دي اسكندريه دي بتعمل بلاوي، يعني بتطلع بلاوي بصرف النظر عن ياسمين صبري دمها رخم شويه او رخم كتير يعني بس حقيقي هي حلوه وجميله وتنفع رول موديل تمثل مصر يعني. ولاقي حتى في فيديوهات يقول لك ايه بتقلد جورجينا واللي مش عارف ايه جورجينا، ورجاله كده عبيطه عامله فيديو ايه السورم وبتقلدي جورجينا، يا عبيط انت عبيط يا ابني، ليه احلى من جورجينا 100 مره؟ جورجينا دي اللي جت هنا في زيهم هنا اللي هم في برونكس هنا اللي هو الستايل ده اللي هو اللاتين، يعني تبقى ناس بيئه قوي يعني ومفيش خالص ده كلاس ولا عشان متجوزه واحد معاه شويه، هو مش متجوزه اصلا معاه شويه فلوس بتاع يعني، ولا شكل ولا هتبقى حتى لو قاعد في اي مكان تتكلم مش هتاكل الجو ولا هتبقى ليها حضور وظهور واللبس وكل حاجه يعني. رغم ان انا ما بحبش ياسمين دمها تقيل على قلبي لكن معلش هي احلى واشيك ومور يعني عندها اطلاله او حاجه اكتر من جورجينا 100 مره يعني، لازم نعترف بكده. anyway نرجع بقى ايه نقول الاقي بقى ايه ندى عنان الضيفه البودكاست الثالث، ندى عنان مصريه عملت بتشتغل ايه يا جماعه؟ بتشتغل هي رئيسه العلاقات العامه في شركه انستجرام. تعرفين طبعا انستجرام جزء من ميتا اللي هي تحت منها الانستجرام والفيسبوك والواتساب، يعني حاجه شركه ضخمه جدا. هي ممثله اللي هي رئيسه اللي هي الاعلى بوزيشن للعلاقات العامه في الشرق الاوسط وافريقيا وتركيا، يعني كل الريجن ده، يعني حاجه يعني بوزيشن ضخم جدا ويعني محتاج يعني تكون انت مؤهل بطريقه يعني very special يعني person عشان تاخد البوزيشن ده، عارفين يعني. وشوف بقى اللقاء معاها والكلام، خفه الدم بقى اللي لا تتخيلوها، مش واحده بقى ايه قاعده في ما تلاقيش الناس دي هنا كده يعني. انا بتعامل مع الامريكانز افري داي، مانجرز وانفسترز وكل حاجه، كل المستويات وكل الناس، كل مستويات التعليم ولا تعليم، مفيش الكلام ده خالص يعني يا جماعه. يعني عارفين يعني ايه ناس تجمع الشياكه بالاناقه بالتعليم بالكلاس بالمستوى بخفه الدم كمان، يعني كميه التهريج اللي قعدت تقوله في الحلقه، هو ايه ده يخرب بيت كده انتوا ايه يعني. بصراحه ال3 ستات ورا بعض في حوالي اقل من ساعتين الاقيهم طلعوا قدامي كده
فيعني عايزه اقول لكم ان انا فخوره بيهم جدا وفرحانه جدا وعرفت ان انا عندي حق جدا جدا جدا. لا حقيقي البودكاست بتاعك فظيع وتستاهل يبقى عندك ملايين المشاهدات. مش محمد رمضان اللي هو الناس القناه بتاعته اعلى نسبه مش مشاهدات، اللي هم الفولورز عنده 8 مليون في مصر. محمد رمضان يبقى 8 مليون، اللي هو اعلى من المنظمات جامده مثلا MBC وحاجات اللي هي قنوات بقى عندها ايه فيورز، لان ده برودكشن عليه انتاج غالي يعني وكده وكبير. فالاقي محمد رمضان على ايه على ايه؟ يعني انتوا عندكم دبل ستاندرد في حكم على الامور، اللي هو الكيل بمكيالين، كلمه دبل ستاندرد. طلعنا على احمد سعد لابس بتاع البلوزه الشبيكه، مع محمد رمضان طالع ببلوزه شبيكه يعني بصراحه يعني بلوزه شبيكه، وطالع عامل فيديو مع مغني مغمور عيل كده شكله وبنات سكران بقى قايم يتطوح محمد رمضان من على السرير حواليه شويه بنات وبتاع، ايه لا كلمات ولا فكره بيوصلها للناس. الشعب ده اللي لازمه يفوق بقى، الناس كلها عماله تشتغل وتعمل فلوس وتتقدم، وهم عمالين يضحكوا على العيال بشويه اللي بيشوفوهم شكلهم عيال صغيرين لسه مش خبره الحياه ولا اي حاجه، ولسه مش عارف مسؤوليه الناس. يعني ايه يعمل فلوس؟ يعني ايه يحسن الانجليزي بتاعه عشان يلاقي وظيفه؟ مهاراته على الكمبيوتر، الحاجات دي كلها لا، هو عامل له بقى حلاقه الشعر مش عارف ايه والتاتوهات وحاجه يعني. بس فالحين بقى احنا البنت اللي بالفستان ذات الرداء الازرق اللي طلعت ترقص، يعني مش ايه ده ملايين. مش انا مش بدافع عن حد، لكن انا بقول بالمقابل ما نطلع بقى ليه ما بشوفش ملايين ينزلوا البتاع جزء من الفيديو كليب بتاع محمد رمضان، وننزل بقى عليه بقى ايه نسف عليه بالبلوزه الشبيكه ونتكلم بقى على الدين والاخلاق والحاجات اللي انتم ماسكينها دي كلها. يعني ايه واحد في سرير وحواليه شويه بنات وقايم بقى بيتطوح من على السرير، هو ده عادي بقى كده خلاص ويبقى ياخد؟ والناس بقى شوف بقى التعليقات، انت النجم وانت اللي مش عارف ايه، وحفلاته طبعا بملايين. فانتوا هو دول، انتوا دول يعني نسبه كبيره منكم هم دول، يعني فاهميني ازاي؟ فما تقعدوش بقى ايه تيجوا ذات الرداء الازرق البنت لابسه فستان بكم وطلعت رقصت يعني. فيعني اذا كنا هنتكلم كده وتشيز اوكي ما عنديش مانع تعترضوا على كل ده، بس في المقابل نعترض برضو على المسخره دي والمنظر الزباله ده. anyway كده انا فضفضت قلت كل اللي عندي. انا عارفه ان انتوا بتنسوا يعني تستمتع تنسى تدوس لايك او تنسى تشترك في القناه، من فضلك اشترك وما تنساش، وابدا من حيث انتهى الاخرون. هتوفر وقت، توفر مجهود، وتوفر فلوس. نهاركم سعيد.